التيراميسو الإيطالي أسهل وألذ وصفة رمضان. اشتهيت وقلت لازم أسويه وياكم. اليوم بنعمل سوا الوصفة الحقيقية للتيراميسو. نقول بسم الله وعطول بالمقادير، وراح أقللكم معنى هالكيكة. فحنحتاج قهوة وسكر وحبتين من البيض وجبن الماسكربون والبسكوت والكاكاو. يا آية لو ما لقيناها ما متوفرة عندنا الجبنة الماسكربون عادي فيكم تستخدموا جبنة كريمي. فحنحتاج الموكا بوتس، الاسم بالإيطالية هيك كلكم تعرفون هذا الجهاز، أو ماكينة القهوة. الشي اللي متوفر عندكم استعملوه. راح تلاحظوا ما في كريمة خفق. ليش؟ لأن هذه الوصفة الأصلية للتيراميسو ما بتنعمل بكريمة الخفق، بس بالبيض. بس حوريكم طريقة لا تحطوا فيها الكريمة الخفق عادي. فبنصحكم تجربوا الوصفة مثل ما أنا أعملها. يعني ايش احكي من لذاذة، مرة الطعم رهيب وفيها شاشة واو. بالنسبة للقهوة لازم تكون شوي ثقيلة وياكم. فحنحتاج اول شي الصفار والبياض. حنحتاج 2 من الصفار مع السكر فوق النار، رح نخليه يستوي. فبقدر فيه موية نحطه فوق النار ونحط عليه البيض. الموية لازم تكون حارة قبل ما تحطون البيض فوق القدر، يعني الموية تكون عم تغلي وياكم. فحطيت نص كوب من السكر وزدت عليه 1 صفار بيض، لأن 2 ما راح يكفوا للقالب اللي راح حط فيه الكيكة. فكذا وراح نجيب الخلاط الكهربائي ونخلط لمدة 7 دقايق فوق النار حتى يصير القوام ويانا كذا. فراح احط 250 جرام من جبنة الماسكربون وملعقة كبيرة من الفانيليا. فراح نخلطهم بالخلاط الكهربائي لين يصير القوام كذا. وراح نجيب 2 من صفار البيض ونخلطهم بالخلاط الكهربائي لمدة 10 دقايق. اوكي، هالمرحلة مرة مهمة. اللي ما يحب البيض يكون ني مو مستوي لا يحط، بيحط البديل كريمة الخفق او بودرة الشانتيه اللي تحبوه، بس ما راح يبين وياكم ريحة البيض او انه مو مستوي. فالقوام يكون كذا وراح نرجع نحطه بالخليط الاول. بالنسبة للتحريك فراح يكون من تحت لفوق. انا راح نحط فانيليا فما بيبين وياكم ريحة البيض ولا اي اشي ثاني. فهاي هي القهوة جاهزة ويانا. راح نحطها بصحن ونجيب البسكوت نحطه جوا القهوة ونعيد نحطها فوق القالب كذا. وراح نحط البسكوت بكل زوايا القالب. وهنا حطيت 2 معالق من كريمة الخفق. أخي قال لازم تحطين لها فحطيت له شوي. فمعنى كلمة تيراميسو أول شي هي كلمة إيطالية الأصل تتكون من 3 كلمات. تيرا مي سو معناها ارفعني للأعلى أو أسعدني، أعدل مزاجي، يعني make me happy أو pick me up. لهيك صاير عليها ترند ومرة لذيذة، يعني هي بنفسها طاقة. الطبقة الأولى بسكوت كريمة هيك. وبالنسبة لما تحطونها جوات البراد، فإذا سويتوها بنفس طريقتي بدون كريمة خفق أو أي شي ثاني، فالمدة راح تكون من 12 ساعة ل 24 ساعة
هيك بيعملوها بإيطاليا، هاي الوصفة الأصلية. بس إذا كنتوا مستعجلين فراح أعطيكم طريقة. مثلا حطوها بالبراد، بس لما تيجوا تاكلونها حطوها بالفريزر قبل ما تاكلونها بحوالي 10 دقايق لحتى تتماسك وياكم تقدرون تاكلوها، مو لا تثلج وياكم. أوكي، وهيك حطيت فوقها حرف ال وحرف الفي، يعني من أي ورق طبخ عندكم فيكم تشكلون هاي الأحرف. والحركة الأخيرة هي بودرة الكاكاو، هاي أفضل حركة عندي. حرفيا ما خلوني أكمل. المهم كنت حقول هاي أفضل حركة عندي بكل الكيكة، بس كان في أصوات. المهم وهيك بنكون وصلنا لآخر الوصفة. إن شاء الله تكون عجبتكم، وأكيد راح تعجبكم بعد ما تسوونها. ولا تنسوا تعملوا لي لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل وصفة جديدة. وراح خليكم تستمتعوا بالمنظر. بالعافية عليكم ومع السلامة.